اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ بص احنا عملنا العدس ازاي. العدس بتاع امهاتنا، بسم الله ما شاء الله، جميل. عملنا بتنجان مخلل. تعالوا نخش ان شاء الله ونصلي على الحبيب. تعالوا نخش على طول على التحضير. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قلت النهارده كده ان شاء الله اعمل معاكم العدس ابو جبه، اللي هو عدس بتاع الكشري. هنعمله بطريقه حلوه سريعه. معانا تومه، معانا قطايه صغيره، بصلايه، واللهم صل على النبي كمون، فلفل اسود، وشويه كزبره. تعالى هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله، ونصلي على الحبيب صلى الله على اله وصحبه وسلم. احنا العدس بنقيه، وبنقي منه لو هو في اي حاجه، ماشي، وهنغسله. كده حبايبي احنا غسلناه اهو، ده منظره. كده احنا معانا ميه بتغلي، هنسقط فيها القطايه، البصلايه، وشويه من التوابل. ده بتاع امهاتنا زمان، بتبقى حاجه سريعه كده وبتدفي. مش هنسقط التومه دلوقتي، هنقول لكم هنعمل ان شاء الله ايه. بصوا حبايبي، هو كده استوى. كده هنحط ايه، حته التومه وبقيه التوابل، ودي قرن فلفل احمر، ودي سمنه او زبده. هو ما بياخدش 10 دقايق. الاكله دي بتاعت امهاتنا، بس بتبقى سريعه وجميله ومدفيه. هنديها غلوه بحته الزبده او السمنه اللي احنا حطيناها. بصوا حبايبي، ادي العدس اهو. اكلة اهالينا جميله، كمان لما تحط له حته زبده او سمنه بلدي يبقى جميل. اتفضلوا معانا، طعمه زي العسل. وعملنا شويه مخلل كده، بتنجان، البتنجان بتاعنا. أكلة سريعة ومش مكلفة وبتدفي. ما تنسوش بقى تصلوا على الحبيب، وتعملوا لي لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد مننا. يا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة عليكم. وتفضلوا.